السلام عليكم شباب تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا تمام، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنراجع مع بعض على تو ليسونز مهمين جدا عندي في تشابتر 4 اللي هم الار ال والار سي سيركتس. ودلوقتي زي ما احنا متعودين مع بعض ان شاء الله يا شباب هنعمل ريكاب سريع على القوانين المهمة والنقط المهمة عندي في التو ليسونز دول، وبعدين ندخل نحل على طول. يلا بينا يا شباب. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. آه، في البداية احنا هنتكلم عن ايه؟ هنعمل كومبير ما بين الار ال والار سي سيركت. طيب الار ال سيركت دي اللي هي ايه؟ الار ال سيركت هي السيركت اللي بيكون فيها ال AC source is connected to an ohmic resistor ومعاه كمان ايه؟ induction coil. طيب بالنسبة للار سي سيركت، في الار سي سيركت يا شباب بتكون عبارة عن AC source connected to a capacitor مع الاوميك ايه؟ مع الاوميك ريزيستور. طيب هنعمل مقارنة سريعة ما بين التو سيركتس المهمين دول. في التو سيركتس دول سواء كانت ار ال او ار سي سيركت، فانت شايف الريزيستور مع الكويل متوصل سيريس، الريزيستور مع الكاباستور برضو متوصلين سيريس. طبعا احنا عارفين من اول شابتر 1 في السيريس الاي از ذا سيم. يعني ايه الاي از ذا سيم؟ يعني الكرنت اللي ماشي في الريزيستور هو الكرنت اللي ماشي في المين، هو الكرنت اللي ماشي في الاندكتور، لكن البوتنشال ديفرنس is divided. طيب يا ترى هل ترى هل لو هنقسم potential difference على اللي هو الفي توتال بتاع الاي سي سورس، هل لو هنقسم الفي توتال بتاع الاي سي سورس على الار وعلى ال، هل هنقسمهم كده هيبقى الفي توتال equal في ار بلس في ال؟ طبعا الجواب لا، مش هينفع. ليه؟ علشان زي ما احنا عارفين يا شباب ان الفيكتور ريبريزنتيشن بتاعت الاوميك ريزيستور بيكون فيها الاي ار والفي ار بيكونوا مع بعض في نفس الفيز. طيب بالنسبه للكويل الفيكتور ريبريزنتيشن بتاعه الاي اللي ماشي في الكويل والفي اللي بيعدي في الكويل مش مع بعض في نفس الفيز. فزي ما انتم شايفين كده يا شباب ان الفي ار والفي ال نوت ان ذا سيم ايه، نوت ان ذا سيم فيز. وعليه هندخل في الموضوع على طول. لما تيجي تحسب الفي توتال بالنسبه للار ال سيركت، فالفي توتال ايكوال ايه؟ الفي توتال بتبقى ايكوال روت الفي ار باور 2 او البوتنشال ديفرنس اكروس الاوميك ريزيستنس باور 2 بلس البوتنشال ديفرنس اكروس الكويل برضو ايه؟ برضو باور 2. طيب وبعد شويه استنتاجات وشويه حوارات طبعا احنا عارفين ان الفي ار ها هي في البدايه ايكوال ايه؟ اي في الار، والفي ال ايكوال الاي في الاكس ال. الفي توتال بقى بالنسبه للفي توتال قلنا ان هي ايكوال ايه؟ الاي تايمز الزد، حيث ان الزد دي التوتال اوبوزيشن بتاعت مين؟ بتاعت الاوميك ريزيستور مع الاندكتيف رياكتنس. تمام. طيب وبناء عليه طلع لي قانون تاني اقدر احسب بيه الزد، اللي هو ايه؟ الزد ايكوال روت ار باور 2 بلس الاكس ال باور 2، حيث ان الاكس ال دي اللي هي يا شباب الاكس ال دي اللي هي اوبوزيشن بتاعت الكويل تو ذا فلو اوف alternating current. تمام. طيب زي ما احنا عارفين ان لما بتيجي تجمعهم ده الفي ال وده الفي ار، ده كده الفيكتور بتاع مين؟ بتاع التوتال فولتج. طيب فين الفيكتور بتاع الكرنت؟ وده الفيكتور بتاع الكرنت. طيب حلو، زي ما انتم شايفين كده في عندي فيز انجل تالتة اللي هي ما بين ايه؟ ما بين الفي توتال وما بين الاي توتال. طب الفيز انجل دي بكام يا رجاله؟ حد يعرف قيمتها؟ لا ما حدش يعرف قيمتها، بس هي مش 90، لان هي لو 90 هتبقى كبيره، ولا هي بزيرو زي الفي ار. هي بكام؟ هي عباره عن سيتا، انجل سيتا. الانجل سيتا دي عباره عن اكيوت انجل. يعني ايه اكيوت انجل؟ اكيوت انجل يعني جريتر ذان الزيرو وليس ذان ال 90. طيب انا عايز احسب السيتا دي، ففي عندك قوانين كتير تحسب لك الانجل، لكن كتاب المدرسه اعتمد على ايه؟ اعتمد على التان، تان السيتا. تان السيتا يا جماعه ايكوال ايه؟ تان السيتا ايكوال الاوبوزيت اللي هو مين؟ الفي ال اوفر الادجيسنت بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو الفي ار، او ايكوال اكس ال على الار اللي هو الاوميك
ريزيستنس. طيب بالنسبه للار سي سيركت، فالار سي سيركت زي ما انتم عارفين يا شباب عباره برضو عن سيركت فيها مين؟ فيها الكاباستور فيها الاوميك ريزيستنس ار كونكتد ان سيريس، فالاي از ذا سيم. لكن الفيات، هل ينفع اقول ان الفي توتال بتاعت السورس ايكوال الفي ار بلس الفي سي؟ طبعا الاجابه لا، لا يجوز، ما ينفعش. وهنا برضو ما ينفعش. يبقى انا ما ينفعش اقول له ان الفي توتال ايكوال ايه؟ الفي ار بلس الفي سي. ده سببه ايه يا جماعه؟ والله ارجع تاني للفيكتور ريبريزنتيشن، هتلاقي ان الفي ار والاي ار مع بعض في نفس الايه؟ مع بعض في نفس الفيز. يعني ايه في نفس الفيز؟ يعني الفيز انجل ما بينهم ايكوال زيرو. طيب بالنسبه كرنت اللي بيعدي في الكاباستور الاي سي والبوتنشال ديفرنس، زي ما احنا عارفين الكاباستور بيسرع الكرنت وبيعطل الايه؟ بيعطل الفولتج. فالفولتج حوالين الكاباستور بيكون متاخر او بيعمل لاجنج عن الكرنت باي فيز انجل كام؟ 90. تمام، حلو جدا. اذا انا ما ينفعش اجمع الفي ار والفي سي مع بعض بنفس طريقه الجمع العاديه اللي هي بتاعت الالجبريك سم، لازم اعمل لهم طريقه جمع جديده. طيب تفتكروا يا جماعه طريقه الجمع الجديده اللي هي بتاعت بايثاغورس، اللي هي الفي توتال ايكوال روت الفي ار باور 2 بلس الفي سي باور 2. طيب بعد كده احنا طبعا عارفين يا شباب ان الفي ار كده ولا كده ايكوال الاي في الار. اي في ايكوال اي في ايه؟ في الاوبوزيشن بتاعت الكرنت. الفي بتاعت الكاباستور تبقى اي تايمز الاكس سي. طب الفي توتال تتفك تبقى ايه؟ تبقى اي في الزد، حيث ان الزد هي التوتال اوبوزيشن بتاعت بتاعت الكاباستور والاوميك ريزيستور اللي احنا بنسميها الامبيدنس بتاعت الايه؟ السيركت. طيب هنعمل مع بعض بقى القانون بتاع الامبيدنس. يبقى الزد ايكوال ايه؟ روت ار سكوير بلس الاكس سي سكوير. برضو بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بايثاغورس. طيب لو جينا يا جماعه نجمع الفيكتورز اللي عندنا مع بعض، هنقول له مثلا ده الفيكتور بتاع الفي ار وده الفيكتور بتاع الفي سي، مجمعهم مع بعض كده، الفي توتال بتاعهم هيطلع لفين؟ هيطلع كده. طيب عرفت اتجاه الفي توتال. طيب طالما انت عرفت اتجاه الفي توتال تقدر تحدد الانجل بتاعته مع الفيكتور بتاع الاي توتال. كده الفي توتال والاي توتال عاملين مع بعض انجل كام؟ عاملين مع بعض انجل سيتا. طيب السيتا دي مين فيهم سابق؟ يعني مين اللي سابق التاني؟ هتلاقي ان الاي هو اللي سابق مين؟ هو اللي سابق الفي. علشان كده السيتا ممكن تديها اشاره نيجاتيف. والنيجاتيف هنا ما حدش يقول لي يا مستر ما فيش انجل بالنيجاتيف. هو نيجاتيف مش نيجاتيف ماجنتيود، احنا زي ما احنا عارفين النيجاتيف عندي في الفيزيكس بيكون نيجاتيف ايه؟ دايركشن. طيب تاني السيتا، هتحسب السيتا دي منين؟ برضو من قانون التان. تاني السيتا تبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف الفي سي اوفر الفي ار او نيجاتيف الاكس سي اوفر الار. تمام يا شباب، كده نكون ايه؟ عملنا ريكاب سريعه كده على الجزء اللي هو بتاع الشرح او القوانين الرئيسيه، القوانين المهمه. ده مش شرح يا جماعه، ده بس مراجعه سريعه كده، بكتب لكم قوانين علشان اللي مش مجهز القوانين يلاقي قوانين قدامه. تمام، يلا نرجع بينا نفتح الملزمه، يلا اون بيج 62. مبدئيا يا شباب اي حد مش عندي في الجروبس بتاعتي، مش موجود معايا في الجروب، يقدر يتفرج او يقدر يبعت لي، حتى ممكن ابعت له اللينك بتاع البي دي اف بتاع الايه؟ بتاع الجزء اللي احنا بنحل عليه مع بعض دلوقتي. تمام. طيب يلا يا شباب، اول حاجه بيقول لك هنا ايه؟ an electric circuit contains an ohmic resistance and induction coil. يعني هو قصده ايه كده؟ هو قصده كده ان احنا معانا ار ال سيركت. يبقى انا من الكلام لازم اعرف السيركت دي بتحتوي على ايه. هو بيقول لك ان اوميك ريزيستنس واندكشن كوينتي تبقى ار ال سيركت. في الار ال سيركت بيقول لك ان ذا فولتج ليدز الكرنت ان فيز. الكلام ده مظبوط، الفي بتليد الاي. طيب ماشي، يبقى دي صح. طيب نبص برضو على باحتياط، ذا فولتج اند كارنت ار ان فيز. طبعا الكلام ده مش صح. الكارنت ليد لا مش صح. نو كوريكت لا برضو مش صح. طيب ذا دايجرام، مين في دول يا جماعه بيريبريزنت الدايجرام او الفيكتور ريبريزنتيشن بتاع الايه؟ بتاع الار ال سيركت اللي هو ما بين الفي توتال والاي توتال. لو رجعنا باك كده، لو عملنا باك للبورد، هتلاقي ان الفي توتال سابقه مين؟ سابقه الاي توتال باي اكيوت انجل. اوكي. طيب يبقى انت كده هتختار انهي اجابه؟ هتختار الاجابه رقم بي. تمام، خش على اللي بعده يلا.
طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنبتدي بالاسئله السهله وبعد كده درجه الصعوبه بتزداد تزداد تزداد لغايه ما توصل لاصعب حاجه، وده مش كل حاجه عندي. يعني شويه الاسئله اللي انا بحلهم في العمر دي مش كل حاجه، في جزء تاني من الاسئله انا ملزم ان انا بحلهم معاك اثناء الحصه. طيب نمبر 3 بيقول لك AC circuit contains resistor or and an induction coil of zero resistance L. طب connected in series يعني برضو دي ار ال ايه circuit. the potential difference VL lags ال VR. بيسأل على الريليشن بين ال VL وال VR. طبعا احنا عارفين ان ال VR دايما الستارت بتاعها من الزيرو بتاع الفيكتورز بتوعي، وال VL دايما الستارت بتاعها بيكون سابق بانجل كام؟ بانجل 90. فاذا يبقى ال VL lead ما ينفعش لاج، ال VL ليد ال VR باي فيز انجل كام؟ 90 ولا ينفع 180. تمام. طيب an induction coil number 4 an induction coil of negligible resistance is connected to an unknown element Y and an AC source if total potential difference equal potential difference across the terminals of the coil plus. يعني هو بيقول ترجمة الكلام ايه؟ بيقول لك ان ال V total equal البوتنشال ديفرنس اللي هو ال V حوالين الكويل بلس ال V across الاليمنت Y. فبيسأل الاليمنت Y ده كده عبارة عن ايه؟ يا جماعة احنا عارفين ان الفولتجز بتتجمع امتى؟ لما تكون الاليمنتس ار ايدنتيكال. يعني ايه؟ معاك مجموعة من الكويلز متوصلة ان سيريز، يبقى تقول لي الفي توتال ايكوال في 1 بلس في 2 بلس في 3. معاك مجموعة من الاوميك ريزيستور متوصلة ان سيريز، يبقى تقول لي كده ان الفي توتال ايكوال في 1 بلس في 2 بلس في 3. مجموعة من الكاباستور برضه متوصلة سيريز، تقول لي ان الفي توتال في 1 بلس في 2 بلس في 3. يبقى طالما عملت بلس اللي هو الالجبريك سم بتاعنا عادي جدا من غير اي مشاكل، يبقى اذا الاليمنتس دي ار ايدنتيكال ما فيهمش حاجة مختلفة. لكن لو هتدخل تو elements مع بعض، يعني هتدخل مثلا اوميك ريزيستنس مع اندكشن كويل او اوميك ريزيستنس مع كاباستور، لا ساعتها هيكون في اختلاف. ساعتها ما ينفعش اجمعهم مع بعض الجبريك سم اللي هو البلس العادي. ليه؟ لان الفيات مش في نفس الفيز. فطب بنجمعهم ازاي؟ لو الفي ال مع الفي ار او الفي سي مع الفي ار بنجمع باي ثيجرس. اوكي، يبقى انا ما ينفعش اجمعهم جمع عادي. طيب هنا في السؤال بتاعي انت جمعتهم جمع عادي، يبقى اذا الاثنين elements are identical يعني ايه؟ ده اندكتور والزيرو اوميك ريزيستنس، يبقى الاليمنت واي برضه اندكتور والزيرو اوميك ريزيستنس، اللي هي الاجابه رقم سي. خش على اللي بعده. نمبر 5. في نمبر 5 بيقول لي ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر the impedance of the circuit equal. بيسأل على الامبيدنس بتاعت السيركت. طبعا احنا عارفين ان الزد equal روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طب ليه اخترت القانون ده؟ لان انت معاك الار ومعاك الاكس ال. طيب فانا كده اقدر اعمل روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2. طبعا الريزلت زي ما انتم عارفين هتطلع كام؟ ب 5 اوم، اللي هي الاجابه رقم بي. خش على 6. بيقول لي in the previous question the phase angle between the total voltage and the current. بيسال على الفيز انجل اللي هي الثيتا. طيب الثيتا بتتجاب منين؟ من قانون التان ثيتا ايكوال الاكس ال اوفر الار. طيب الاكس ال عوض عنها، الاكس ال بكام؟ الاكس ال 4 اوفر الار اللي هو 4 اوفر 3. لو عملت شيفت تاني للرقم ده السيتا هتطلع عندك بكام؟ هتطلع عندك غالبا ب 53. بالظبط كده، هتطلع بكام؟ هتطلع ب 53. طيب يلا خش على اللي بعده. نمبر 7. The circuit shown the value of ohmic resistance. يبقى انت عندك ال value of ohmic resistance which makes the coil. بيسأل على ال value بتاعت ال ohmic resistance which makes the total potential difference leads the current by angle كام؟ 49. طيب فانت بيقول لك ان الفولتج سابق الكرنت بانجل 49، يبقى تيجي هنا تقول لي tan ال 42 equal الاكس ال على الار. طيب يلا نعوض. tan 42 ايكوال الاكس ال اللي هي بكام؟ 90 اوفر الار. هتعمل بقى كروس مالتيبليكيشن او هتعمل شيفت كالك، فالريزلت بتاعك هيطلع كام؟ هيطلع الاجابه رقم سي، لان هو بيسال على قيمه الايه؟ الاوميك ريزيستنس. جابها في سنه من السنين، هو نفس السؤال، هي نفس الفكره، بس ما طلبش الار، طلب الزد. فبعد ما هتجيب الار يبقى انت لسه هتكمل كمان خطوه
تحسب الزد ار باور 2 بلس الاكس ال كام؟ الاكس ال باور 2. اوكي خش على اللي بعده يلا. question 8. في question 8 بيقول لي closed electric circuit consists of a fixed resistor. يبقى انت هنا معاك قيمه الار and a coil of inductive reactance اللي هي الاكس ال and all are connected in series with AC source of effective voltage between its terminals كام؟ ده ال AC source الفولت بتاعه ده اللي هو ال V total. طيب the effective value of electric current بيسأل على ال I. طيب زي ما احنا عارفين يا جماعة ال I ممكن تتجاب من انهي قانون؟ انا عندي مجموعة من القوانين. ال V R equal I في R، ال V L equal I في XL، ال V T equal ال I في Z. طيب في كل القوانين دي في عندي حاجة ناقصة. يعني هنا الفي ار مش موجودة، هنا الفي ال مش موجودة، هنا الزد مش موجودة، لكن مين اللي اقدر احسبه؟ اقدر احسب الزد. ليه؟ لان انا عندي الار وعندي مين؟ وعندي الاكس ال، يبقى الزد ايكوال روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير. يلا نعوض. الار سكوير بكام؟ 30 باور 2 بلس الاكس ال سكوير اللي هو بكام؟ 40 باور 2 تطلع كام؟ تطلع 50 اوم. يبقى الزد هتطلع كام؟ ب 50 اوم. بعد ما جبت الزد، والله انت عايز تحسب الاي، تمام. الاي هتبقى ايكوال الفي توتال على الزد. الفي توتال بكام قلنا؟ 150 اوفر 50 هتطلع ب 3 امبير. وخلي بالك هو مدي لك الافكتيف بتاعت الفولتج وعاوز الايه؟ وعاوز الافكتيف فاليو بتاعت الكرنت، لان هو ممكن يلخبطك ويطلب منك الماكسيمم كرنت. ساعتها الريزلت بعد ما تطلع الريزلت هتضرب في كام؟ هتضرب في روت 2. يبقى الاجابه بتاعتي دي. طب مع بعض يا شباب معايا في كويشن 9. في كويشن 9 بيقول ان اي سي سبلاي 5 فولت و 350 هرتز. يبقى انت كده معاك الفي تي ومعاك ال اف is connected in series to a coil of inductance ومعاك ال and an ohmic resistance ومعاك ال R. So the impedance of the circuit is Z equal. بيسأل على الامبيدنس بتاعت السيركت. طب ما انت عشان تحسب الامبيدنس يا اما يبقى معاك الاي توتال والفي توتال او معاك الار والاكس ال. طيب انا معيش الاي توتال ولا معايا الاكس ال، لكن عندي اللي يجيب لي الاكس ال اللي هم مين؟ الاف والال. يبقى زيرفور يبقى انا هبتدي السؤال بتاعي من حساب الاكس ال. اكس ال ايكوال 2 باي اف ال. كتبت القانون. تاني خطوة عوض يلا. 2 باي تايمز الاف. الاف بكام؟ 350 تايمز ال بكام؟ 68 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب هنطلع مع بعض الاكس ال يلا. الاكس ال 2 تايمز الشيفت باي تايمز ثانية شيفت باي تايمز 350 تايمز ال 68 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هتطلع عندي بكام؟ 149.5. طلعت كده مين؟ طلعت كده الاكس ال. قول يا سيدي هي بكام؟ 150 اوم. عايز تحسب الزد؟ طيب تعال. يبقى الزد ايكوال روت الار سكوير بلس الاكس ال سكوير. الار بكام؟ الار 2.2 كيلو اوم، يعني 2.2 تايمز ال 1000 باور 2 بلس الرقم اللي تلاقي ده كام؟ باور 2 اللي هو ال 150 باور 2. هنحطها مع بعض على الكالكوليتر هتطلع بكام؟ روت 2.2 تايمز 10 باور 3 بلس طبعا باور 2 بلس ال 150 باور 2 هتطلع عندي بكام؟ هتطلع عندي الإجابة B. طيب خش على تاني يلا. في 10 في question 10 بيقول لي electric circuit contain AC source and an induction coil. Its inductive reactance is double. يبقى electric circuit contains AC source and an induction coil. Its inductive reactance is double its ohmic resistance. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكس اللي equal 2 or thus the phase angle between الفيز انجل بتوين التوتال فولتج والتوتال كارنت. سهله جدا. هنكتب القانون بتاع الفيز انجل تان الثيتا ايكوال الاكس ال
على الار. طيب الاكس ال هتشيلها وتحط مكانها كام؟ هتحط مكانها 2r على r، هيبقى الباقي عندك 2، يبقى تاني الثيتا ايكوال كام؟ كده تان الثيتا ايكوال 2. عايز تحسب الثيتا يبقى تعمل شيفت تان لل2، هتعمل شيفت تان لل2 هتطلع كام؟ هتطلع الاجابه بتاعتك 63.4. تمام، خش على اللي بعده يلا. طيب هنا بيقول لي in the circuit in the opposite figure، بيسأل على السيركت اللي قدامك. if the reading of V1، فين ال V1؟ اللي هو ده ال VR، ال V1 هو ال VR 60 فولت. اوكي then the reading of V2 is، طيب بيسأل على الريدنج بتاعت ال V2. طب انا اجيب له ال V2 اللي هي ال VL منين؟ معايا يا جماعه على الرسمه ال V total، فانت معاك ال V total ومعاك ال VR، تقدر تحسب ال VL بكل سهوله. ال VL هتبقى ايكوال روت في ار، لا معلش، في تي باور 2 ماينس الفي ار باور 2، او تكتب القانون اللي انت حافظه، الفي تي ايكوال روت الفي ار باور 2 بلس الفي ال باور 2، وتعوض وتعمل شيفت كالك، او ممكن تحسبها كده على طول. الفي تي بكام؟ 100 باور 2 ماينس الفي ار باور 2 اللي هي بكام؟ 60 باور 2. الريزلت هيطلع كام؟ الريزلت هيطلع 80 فولت. خش على اللي بعده. في كويشن 12، في كويشن 12 يا شباب بيقول لي 20 فولت AC source is applied to an uh, to a circuit consisting of resistance and an inductive coil. يبقى انت معاك ال circuit وده ال V total، يبقى انا كده معايا ال V total يا شباب ايكوال كام؟ 20 فولت of negligible resistance. The voltage across the resistance is، يبقى ال VR بكام؟ ب 12 فولت. The voltage across the inductive coil is، بيسأل على ال VL. نفس الفكرة بالظبط يعني، بس ده ممكن سؤال جه في سنة وده سؤال جه في سنة تانية. فأنت عايز تحسب ال VL سهلة جدا، هتقول لي إن ال VL ايكوال إيه؟ روت ال VT باور 2 ماينس ال VR باور 2، أو تعملها بالشيفت كالك، تكتب القانون VT ايكوال روت VR باور 2 بلس ال VL باور 2 وتعوض يلا. هتبقى روت كام؟ 20 باور 2 ماينس 12 باور 2، او هتعوض هنا روت ال VR، معلش ال V توتال بكام؟ ب 20 ايكوال روت ال VR اللي هي بكام؟ ب 12 باور 2 بلس ال VL باور 2. لو هتعوض بالطريقه دي هتعمل شيفت كالك، لو هتعوض بالطريقه دي هتطلع الريزلت بتاعك على طول، هيطلع معاك بكام؟ 16 فولت. خش على اللي بعده. طيب في كويشن 13 يا شباب، كويشن 13 induction coil of resistance 12 اوم. عندك induction coil ب 12 اوم، induction coil وله resistance، خلي بالك يعني دي مش اكس ال، دي الار بتاعت الكويل equal 12 اوم. طيب and its inductive reactance when current of frequency f pass through it is كذا. يعني معاك كمان الاكس ال بتاعت الكويل نفسه بكام؟ 18 اوم. عادي ما تستغربش، ما اصل الكويل ده بيكون من ايه؟ بيكون من واير، والواير ده ملفوف، الواير ده له ريزيستنس بلس الاكس ال اللي هو بيعملها ككويل. اوكي then the impedance of this circuit is، بيسأل على الامبيدنس بتاعت السيركت. فالامبيدنس هتحسبها ازاي؟ اللي هي الزد يعني، الزد هتتحسب كده روت ال 12 باور 2 بلس ال 18 باور 2. يلا نحسبها مع بعض يا شباب. روت ال 12 باور 2 بلس ال 18 باور 2 هتطلع كام؟ هتطلع 21.63 اللي هي الإجابة رقم سي. طيب خش على اللي بعده. In the previous question، طبعا نفس السؤال. The total impedance when the frequency increase to 2F، بيسأل على التوتال امبيدنس لما الفريكونسي تزيد للدبل. طبعا هي الفريكونسي بتأثر على مين يا شباب؟ الفريكونسي بتأثر على الاكس ال، يبقى الفريكونسي بتأثر على الاكس ال ولا تؤثر على مين؟ ولا تؤثر على، يبقى اذا لو الفريكونسي از دبل يبقى الاكس ال هيحصل لها ايه؟ الاكس ال هتبقى دبل. يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الاكس ال في الحاله الثانيه هتبقى ايكوال 36. طيب اكس ال في الحاله الثانيه بكام؟ 36. بيقول لك احسب بقى الامبيدنس الجديده بتاعتك، هتبقى الزد ايكوال
روت الار زي ما هي ب 12 باور 2 بلس 36 باور 2. طيب تعالى نحطها على الكالكوليتر يلا. 12 باور 2 بلس 36 باور 2 هتطلع كام؟ 37.94 اللي هي الإجابة رقم A. خش على اللي بعده. 15. An electric lamp was connected to an inductor أو induction coil in series. lamp بيقول لي lamp يعني R يعني دي ohmic resistance متوصلة to an induction coil يعني ده coil له XL. طيب in series with a direct current source and another time an alternating current source. يبقى انت في الاول وصلتها مع ايه؟ مع دايركت كارنت مع دي سي، وبعدين وصلتها تاني مع ايه؟ مع اي سي. لا يبقى لحظه واحده بقى كده، تقسم الصفحه بتاعتك نصين، تقول لي لما كانت مع الدي سي ولما بقت مع الاي سي. طيب ايه اللي يميز الدي سي عن الاي سي؟ يعني ايه الفرق ما بين الدي سي والاي سي غير الفرق اللي الناس كلها عارفاه؟ ها مين يقول؟ طيب قول يا حبيبي. مفيش حد هيقول، انا اللي هقول. طيب خلاص. الفرق يا جماعه احنا طبعا كلنا عارفين الفرق اللي الناس عارفاه ان هو الاي سي طبعا الكرنت بتاعه بيكون ايه؟ ساينسويدال، لكن الدي سي كرنت بتاعه بيكون ستريت. الفرق بقى اللي الناس مش عارفاه ان مفيش فريكوانسي للدي سي. يعني الاف دي سي بكام؟ بزيرو. والاف اي سي لا تساوي زيرو، يعني موجوده. حلو. لو الاف دي سي بزيرو، مين اللي بيعتمد على الاف يا جماعه؟ اللي بيعتمد على الاف هو الاكس ال. يبقى الاكس ال في وجود الدي سي هتبقى بكام؟ بزيرو. يعني من الاخر الزد في حضره الدي سي بتكون ايكوال الار. طب الزد وهي ايكوال ار دي كده بتكون مينيمم، قليله جدا. فالكرنت بتاع الدي سي بيكون ماكسيمم. يبقى كده الكرنت اللي بيعدي في اللامب از ماكسيمم. لكن لما هودي بقى للاي سي سورس خلي بالك الاف لا تساوي الزيرو. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكس ال، ده معناه كده ان الاكس ال بقت لا تساوي الزيرو، يعني بقت موجوده. يعني الزد في حاله الاي سي بقت ايكوال روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير. طيب روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير، يعني كده الزد حصل لها ايه؟ يعني كده الزد حصل لها انكريز. كده الزد انكريزد. طيب طالما الزد انكريزد يبقى الاي اللي بقى ماشي في السيركت اكيد الماجنتيود بتاعه ايه؟ حصل له ديكريز. يبقى كده البرايتنس بتاعت اللامبه هيحصل لها ايه؟ اكيد هتقل. تمام. يبقى كده لو انت كنت مشغل دي سي وبعد كده قلبت لاي سي يبقى كده البرايتنس اللايتنج اوف ذا لامب ويل decrease than the first case. طيب in the opposite circuit خش على اللي بعده. Question 16. In the opposite circuit if the AC source is replaced with DC source يبقى هنا عمل ايه؟ عمل العكس. لو ال AC replaced with DC، خلي بالكوا دي أسئلة سنين فاتت، كلها أسئلة جاية في السنين اللي فاتت. Source with the same potential difference. طيب يبقى أنت شلت ال AC وحطيت مكانه DC. هتشيل ال AC يعني الزد كانت كبيرة، دلوقتي الزد بقت صغيرة. يبقى ده في حالة الايه؟ ده في حالة الاي سي، وبعدين ده بقى الدي سي. اوكي. يعني الكرنت كان صغير سمول، ودلوقتي الكرنت بقى كبير يعني لارج. يعني كده الكرنت زاد with potential difference. So the ratio between the effective value of the current intensity in the first case اللي هي في الاي سي، عاوز الاي اي سي اوفر الاي بتاعت السكند كيس اللي هي بتاعت الاي دي سي. يعني انت كده عايز الاي سمول على الاي لارج، فالريزلت هيطلع less than 1. اوكي خش على اللي بعده. 17. The figure represent an inductive coil
of negligible ohmic resistance in an alternating current circuit. Okay, if the source is replaced with another of lower frequency at constant V، يعني ال V ثابتة. حلو جدا. ال I أساسا يا شباب I equal إيه؟ ال V على ال Z، يعني equal ال V over root R square plus XL square. طبعا ال F بيقول لك إن ال F بس بتأثر على مين؟ على ال XL. طب قال لي كده إزاي؟ قال لك إن ال EMF is constant، يعني ال V ده إيه؟ is constant. طيب ال V constant يبقى ال XL بس هي اللي بتتأثر بال F. طيب كلام جميل جدا. لو أنا قللت الفريكونسي، لو الفريكونسي is lower، قللت الفريكونسي، يبقى ال XL هتقل، فالزد هتقل، فالاي هتزيد. تعالوا ندور بقى هو عاوز ايه. بيقول لك ان الاندكتيف رياكتنس اوف ذا كويل هتقل. طب ماشي، ده كلام صح. طب الفيز انجل، لا استنى اما اكتب قانون الفيز انجل الاول. يلا نكتب قانون الفيز انجل. تان سيتا ايكوال ايه؟ اكس ال على الار. طيب فانا بقول ان الفريكونسي قلت، لو الفريكونسي قلت يبقى الاكس ال هتقل هي كمان. طب كده الاكس ال قلت، يبقى السيتا اكيد هتقل. طيب فهو كاتب ايه بقى في اول اجابه؟ ذا فيز انجل بتوين مش عارف ايه انكريز. لا كده ده مش صح. خلاص يبقى الاختيار ايه ده مش صح. خش على بي. بيقول لك ان الاندكتيف رياكتنس انكريز. لا واحنا شايفين زي ما احنا شايفين كده قدامنا ايه؟ هي حصل لها ديكريز، فبرضه الاجابه دي غلط. ذا اندكتيف رياكتنس ديكريز. ماشي صح. ذا فيز انجل بتوين الفولتج والكرنت برضه ديكريز. ديكريز اهي احنا شايفينها قدامنا اهي، تبقى هي الاجابه رقم سي. خش على اللي بعده. السؤال ده جالهم السنه اللي فاتت. خش على اللي بعده يلا. 18 بيقول لي ذا فيجر illustrate alternating current circuit on closing the key K the phase angle between. اول ما يقفل الكي الفيز انجل between ال V total وال I total. طب هي الفيز انجل ايكوال ايه يا شباب؟ فيز انجل بتتحسب من قانون التان، سيتا ايكوال الاوبوزيت الاكس ال اوفر الادجيسنت اللي هو من الار. طيب هو الار ار واحده بس ولا الارات كلها؟ لا الارات كلها. طيب فانا عندي الارتين اهم. اول ما اقفل الكي كده بقوا اتنين متوصلين ان باراليل. في الباراليل انا بحصل على ار توتال اصغر من اصغر ار، يعني كده الار توتال حصل لها ايه؟ كده الار توتال حصل لها ديكريز. طيب فالار توتال حصل لها ديكريز، يبقى السيتا يحصل لها ايه؟ هيحصل لها انكريز. قشطه. طيب يبقى كده السيتا هت ايه؟ هت انكريز. طيب خش على اللي بعده. ان اي سي سيركت كونتين نون اندكتيف اوميك ريزيستنس اند ا كويل السيلف اندكشن بتاعه ال اوف نيجليجابل اوميك ريزيستنس او if the phase angle between الفولتج and الكرنت is theta. لو الفيز انجل between الفولتج والكرنت is theta. if the key K is closed وانت قفلت الكي الفيز انجل هيحصل لها ايه؟ طب نكتب قانون الفيز انجل تاني الثيتا ايكوال اكس ال اوفر الار. انا هقفل الكي يا شباب، قفلت الكي عملت ايه؟ عملت شورت سيركت. يعني ايه شورت سيركت؟ يعني لغيت الار، يعني كده بقت ال سيركت، يعني ما بقتش ار ال سيركت، ده كده بقت ال سيركت. واحنا عارفين ان في ال سيركت الفي بتسبق الاي، يبقى فيز انجل كام؟ 90. ودي اكبر فيز انجل ممكن تلاقيها عندك في الايه؟ في السيركت. يبقى كده هي كانت اكيوت، يعني هي كانت الفيز انجل اكيوت وبعدين بقت 90، فكده السيتا حصل لها ايه؟ حصل لها انكريز. خش على اللي بعده. طيب خش على question 20. في question 20 بيقول لي ايه؟ an AC circuit consists of light bulb connected in series to an induction coil. معاك light bulb ومعاك coil. The AC source is adjusted while its maximum voltage is held constant. يبقى ال V constant اهم حاجة. The light bulb glows brightest at. بيسأل هنا. بصوا على الإجابات. أنا مش عارف السؤال يعني مش محدد هو عاوز إيه في السؤال. أبص على الإجابات، أبص ألاقي في الإجابات بيتكلم عن الفريكونسي، يبقى أنا لازم أجيب علاقة البرايتنس بتاعت اللامب بالفريكونسي. طب هي اللامب أصلا يعني آر، والآر ملهاش أي ريليشن مع مين؟ مع الفريكونسي.
الار ملهاش اي ريليشن مع الفريكونسي، لكن الكويل له ريليشن مع الفريكونسي. طب ريليشن الفريكونسي او تاثير الفريكونسي على الكويل هل له علاقه باللامب؟ تعال نشوف. بص بقى، هو عاوز اللمبه تنور برايتست. برايتست يعني ايه؟ برايتست، برايتست يعني البرايتنس بتاعتها تزيد. طيب عشان البرايتنس تزيد اعرف ان الكرنت اللي بيعدي فيها ايه؟ بيزيد. امتى الكرنت يزيد؟ انت عندك الفولتج از كونستانت، يبقى الحل التاني لازم الزد تقل، امبيدنس السيركت تقل. طب هي الزد ايكوال ايه يا شباب؟ الزد ايكوال روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2. ايه اللي يقلل الزد؟ الار ثابته، ريزيستنس اللامب ثابته، يبقى اللي يقلل الزد الاكس ال لازم تقل. طب ايه اللي يقلل الاكس ال؟ اكس ال ايكوال 2 باي اف ال. ال بتاعت الكويل دي حاجه كده من مواصفات الكويل، يعني حاجه كده في الكويل، خلاص دي ال بتاعته كذا. يبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تقلل الاكس ال هي مين؟ الاف. يبقى عشان تخلي اللمبه تنور برايت، شفت انا جبتها ازاي؟ اهم حاجه الطريقه، مش اهم حاجه تحفظ السؤال، لا الطريقه ازاي افكر. هو عايز اللمبه تنور برايتست. طب برايتست يعني يعدي فيها ايه؟ اعلى كرنت. اعلى كرنت امتى؟ الفي كونستانت، يبقى الزد لازم تقل. طيب الزد مين اللي هيقللها؟ الار برضه كونستانت، يبقى الاكس ال اكيد هتقل. الاكس ال ايكوال 2 باي اف ال. ال ثابته كونستانت، يبقى ما فيش غير الاف، لازم الاف ايه؟ تقل. وهو بيسال على مين؟ بيسال على الفريكونسيات، لو فريكونسيز. تمام. طيب خش على اللي بعده. an inductive coil of inductive reactance 40 ohm، يبقى دي مين؟ دي الاكس ال. and ohmic resistance دي الار ب 30 ohm is connected to an AC supply of effective voltage كام؟ يبقى ده الفي توتال 60. ذا dissipated باور، بيسأل على الديسيبيتد باور. طيب حلو. مبدئيا ما انا عشان اجيب الباور محدش يطلع زي النبغه كده العلامه يقول لي مستر في باور 2 على ار. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا ابني ما تطلعنيش من هدومي. ما ينفعش تاخد في توتال مع اليمنت من السيركت. في توتال تتاخد مع التوتال بتاع السيركت. يبقى انت لو هتتعامل على التوتال يبقى تتعامل كله توتالات مع بعض، ما تعملش واحده توتال مع واحده مش توتال. يعني ما ينفعش تاخد الفي توتال مع الار ولا الفي توتال مع الاكس ال. لو هتاخد في توتال تاخدها مع الزد. طيب ما تيجي نحسب الزد. الزد دي ايكوال روت ار سكوير بلس اكس ال سكوير. الار سكوير بكام؟ 30 باور 2 بلس 40 باور 2 تطلع كام؟ 50 اوم. يبقى دي كده مين؟ طلعت الزد. حلو قوي بقى يا مستر، بس انا عايز احسب البي. هقول له ايه؟ في تي باور 2 على الزد يجي لك ويتحط عليك يا شيخ. الزد دي عبارة عن ار واكس ال، واحنا عارفين ان الباور كونسيومد، ان الكويل doesn't consume energy. ليه؟ لان هو بيكونفرت الانرجي انتو ايه؟ magnetic field. يبقى هو بيحولها انتو ايه؟ magnetic field. يبقى ما بيستهلكهاش، هو بس بيستور الانرجي جواه على شكل ايه؟ magnetic field. يبقى ما فيش energy consumption، ما فيش power consumed في الكويل او الكباستور، لان الكباستور نفس الوضع بالظبط، مفيش باور كونسيومد فيهم. الباور كونسيومد بس في مين؟ في الار. يبقى اللي هيعمل القانون ده هيلبس في حيطه. طب مستر، طب ما انا برضو مش هعرف احسب الباور بتاع الار بس. ليه؟ لان انا ما عنديش الفي بتاعت الار بس. هات الاي، سهله. معاك الفي توتال ومعاك الزدات بيهم الاي، يبقى الاي ايكوال ايه؟ الفي توتال باور 2 الفي بس على مين؟ على الزد. طب الفي بكام؟ الفي 60 على 50. طب 60 اوفر 50 بكام؟ تعالوا نحسب. 60 اوفر 50 تطلع ب 1.2. يبقى انا طلعت الاي 1.2. عايز تحسب الباور بتاع السيركت
ال P total equal I total square times ال R. ولا ينفع تقول لي تايمز ال XL ولا ينفع تقول لي تايمز الايه؟ الزد. تبقى ال 1 باور 2 تايمز مين؟ ال R. ال R اللي هي بكام؟ ب 30. هتطلع 43.2. خش على اللي بعده. طيب the figure illustrates two AC circuits. One contain an ohmic resistance R while the other contain an inductive coil L of negligible ohmic resistance. Assuming that the voltage of the two sources in the same phase. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. عندي سيركت فيها اي سي سورس وكويل، سيركت تاني فيها اي سي سورس واوميك ريزيستور. طيب فدول تو سيركتس، يبقى ما ينفعش تقول لي الاي از ذا سيم مبدئيا، دي كده اول حاجه. يبقى مش شرط ان الاي تبقى ايه؟ ذا سيم، لان دي سيركت ودي سيركت. طيب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الفولتج assuming that the voltage of the two sources in the same phase. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال VR ده كده ال VL وده كده ال IL. يعني ال VR حلو. طب فين ال VR صحيح؟ ال VR اهي. او احنا متعودين نرسمها كده اهو. وادي ال IR. طب بس هو بيقول حاجة تانية غير اللي انا راسمها. هو بيقول ان الفولتج of the two sources in the same phase. يعني ال VR وال VL مع بعض في نفس الفيز. طب ازاي؟ بس احنا عارفين ان ال I وال V هما اللي بيبقوا مع نفس الفيز. ماشي، بس ده سيركت وده سيركت، يعني ما ينفعش تقول لي ان الاي هنا لازم تبقى ماشيه مع الاي هنا، مش شرط. طيب انت عارف ان دول روتيتنج فيكتورز. يعني ايه روتيتنج فيكتورز؟ يعني هما كده دلوقتي، بعد ربع لفه هيبقوا كده، بعد نص لفه هيبقوا كده، بعد تلات ارباع لفه هيبقوا كده، وهكذا. فهم طول الوقت بيلفوا بيعملوا روتيشن as the coil of the dynamo is rotating. طيب علشان انفذ الكلام اللي هو بيقوله ده يبقى انا مضطر ارسم الفي ار تاني. يبقى انا ارسم الفي ار لفين؟ لفوق كده، علشان يبقى ماشي مع مين؟ مع الفي ال في نفس الفيز. بس لو رسمت الفي ار لفوق، ما هو الاي لازم بيمشي مع الفي بتاعته في ايه؟ في الاوميك ريزيستور. يبقى تيجي هنا تقول لي ده الاي ار. يبقى كده الفي ار والفي ال مع بعض في نفس الفيز. طيب لو بقوا من الاتنين مع بعض في نفس الفيز، هل كرنتاتهم هتفضل في نفس الفيز؟ لا طبعا. ما هو كده الكرنتات مش هتبقى مع بعض في نفس الفيز. فهو بيسأل عن ايه؟ So the diagram below that represents the phase difference between the currents IR وال IL. بس يا معلم، ما هو طول ده شوية كده. خلاص ده كده ال IR وده كده مين؟ ال IL، اللي هي الإجابة رقم A. تمام يا شباب؟ طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع ال RL circuit. يلا مع بعض هندخل على الجزء الثاني اللي هو بتاع ال RC circuit. on page 78. يلا يا شباب مع بعض. 78 بيقول لي هنا ايه؟ AC circuit contains resistor R and capacitor C is connected in series. then ال VR طبعا احنا عارفين من الفيكتور representation، لو انتوا فاكرين يعني الفيكتور representation بتاع ال VR وال VC مين سابق مين؟ ال VR سابقه ال VC كده باي فيز انجل كام؟ باي فيز انجل 90. لكن الفي ار سابقه الفي تي، او الفي تي متاخره عن الفي ار باي فيز انجل كام؟ سيتا. وده اللي احنا كنا بنحسبه. اوكي. طيب فهو بيقول ان الفي ذا بوتنشال اكروس مش عارف ايه. زين الفي ار بيسال على مين؟ الفي ار. الفي ار لاج ولا ليد الفي سي؟ طبعا هي ليد الفي سي، ما ينفعش لاج. طب ليدها بكام؟ بانجل 90. خش على كويشن 2. في كويشن 2 بيقول لي ان اي سي سورس is connected to a capacitor and resistor. معاك ال R ومعاك ال C. Which of the following figures describe correctly the phase difference between IC؟ عايز تعرف ال IC مع ال VC. لا ثانية كده.
which of the following figures describe correctly the phase difference between ال IC current passing in the capacitor and ال IR current اللي بيعدي في الريزستور؟ مش هما سيركت واحدة؟ سيركت يعني ايه؟ يعني هو AC source وفي هنا الريزستور وفي هنا الكاباستور، يبقى هما نفس الاي، لازم يبقوا نفس الاي. اصل دول مش تو سورسز زي السؤال اللي فات، ده هو سورس واحد، طالما سورس واحد AC سورس واحد يبقى هما نفس الاي، تبقى الاجابه بتاعتي A. خش على اللي بعده. طيب 3 which diagram represent the vectors of the total voltage؟ هو ده السؤال بقى. total voltage والtotal current circuit consisting of capacitor واوميك resistor RC circuit برضه. طيب احنا عارفين في الار سي سيركت ايه؟ في الار سي سيركت الاي بتسبق الفي باي اكيوت انجل سيتا. الاي سابقه، يعني ايه اكثر انتي كلوكوايزيشن من مين؟ من الفي تي. اوكي. طيب يبقى كده الاي هي اللي سابقه، تبقى الانسر بتاعتي ايه اهي، دي كده اكيوت انجل. ما ينفعش تقول لي الاي سابقه بانجل 90، ليه؟ لان هي لو سابقه بانجل 90 يبقى ده كده بيور اليمنت اللي هو كاباستور او كويل. طيب خش على اللي بعده يلا. ذا فيجر شو نمبر 4 يلا. احنا خلاص كده عرفنا ان دي هتبقى الاجابه بتاعتها ايه. خش على 4. 4 بيقول لي ذا فيجر ريبريزنت ان الكتريك سيركت ذات كونتين هوت واير اميتر of ohmic resistance 50. يبقى انت معاك الار ب 50 اوم and AC source and a capacitor. يبقى معاك هنا وهوت واير اميتر. الهوت واير اميتر هتتعامل معاه على انه اوميك ريزيستنس، الار بتاعته بكام؟ ب 50 اوم. كلام جميل. Using the shown data on the figure the maximum value of the EMF of the AC source. بيسأل على الماكسيمم، خلي بالك من الكلام، ماكسيمم فاليو بتاعت الاي ام اف. طيب يبقى انت عايز تجيب الاي ام اف اللي هي الفي تي، يعني الفي تي ماكس، هو عايز الماكس، هتبقى ايكوال ايه؟ اي ماكس دي ار سي سيركت، يبقى في الزد. سوري انا بعمل ايه؟ هي في الزد. طيب فين الزد؟ هل انا عندي الزد؟ لا ما عنديش الزد. طيب عايز احسب الزد، يلا الزد ايكوال روت ار سكوير بلس اكس سي سكوير. طيب عندي الار 50، طب في اكس سي؟ لا للاسف مش موجوده. احسب الاكس سي ازاي يا شباب؟ هي الاكس سي بتتحسب كالاتي. طب بقول لك على حاجه، بدل ما تقعد تحسب الاكس سي وتوجع في دماغك وتطلع ناتج وتاخد الناتج وتقعد بيه في الزد وترجع تقعد بيه تاني في الاي، ما تعمل كده. روت 50 باور 2 بلس افتح براكت 1 على 2 باي اف بكام؟ اف ب 100 تايمز 4 اوفر باي تايمز 10 باور نيجاتيف 6. ثانية كده، الكلام ده كله ايه؟ يتحط في براكت باور 2. بس انت بمجرد ما تحط الكلام ده في البراكت باور 2 هيطلع لك قيمة الزد على طول، ولا انك تقعد تحسب الاكس سي وبعد كده تقعد تحسب الار عشان تطلع قيمة الايه؟ الزد. اوكي. طيب تعالوا مع بعض يلا هنحسبها في السريع كده. روت ال 50 باور 2 بلس افتح براكت، افتح براكت، فين البراكت؟ 1 على 2 باي تايمز 100 تايمز 4 على باي تايمز 10 باور نيجاتيف 6. اقفل البراكت، لا مش هتقفله هنا، تقفله فوق. اقفل براكت باور 2. شكرا. الزد طلعت كام؟ 1250. طلعت قيمة الزد. عايز تجيب بقى قيمة الايه؟ الاي ام اف ماكس. طيب عشان تجيب الاي ام اف ماكس لازم تاخد الزد اللي هي دي تضربها في الاي ماكس. طيب انا عندي الريدنج اوف فوت وير اميتر، ويلا يا مستر هاخد الريدنج اوف فوت وير اميتر ونحطها فين؟ ونحطها هنا مكان الاي ماكس. طبعا حمار، هتلبس، هتودي نفسك في 60 دقيقة. ابوس ايدك، الهوت واير اميتر بيقرا ايه؟ بيقرا الافكتيف فاليو. طيب فانت هنا عندك الاي افكتيف هتاخدها تضربها تايمز روت 2، هتطلع لك الاي ماكس، تضربها في الزد تطلع لك الفي ماكس. يبقى الكلام اللي احنا طلعناه ده
هتاخد الكلام ده تضربه تايمز 2 تايمز روت 2. الريزلت هيطلع كام؟ 353.84 اللي هي الإجابة رقم B. نمبر 5. في نمبر 5 يا شباب بيقول لي when an AC circuit أو AC current of frequency 500 Hz معانا الاف ومعانا الكاباستنس بتاعت الكاباستور اللي هي السي. خلي بالك دايما من الرينج بتاع النمبرز، السيات هتلاقيها غالبا مضروبه تايمز 10 نيجاتيف 6. لو طلعت معاك سي مش تايمز 10 نيجاتيف 6 يبقى كده في حاجه عندك غلط. connected to an inductive ohmic resistance يعني معاك ار بكام؟ 1000. عاوز يحسب الامبيدنس، عاوز يحسب الزد. طيب يلا يا رجاله هنحسب الامبيدنس على خطوه واحده. ار باور 2 بلس اكس سي باور 2. طيب الار باور 2 بكام؟ روت ال 1000 باور 2 بلس الاكس سي باور 2 اللي هو 1 اوفر 2 باي الاف بكام؟ 500 تايمز السي بكام؟ 7 على 22 تايمز 10 نيجاتيف كام؟ 6. معلش هو البراكت بتاعي بس ايه مش حلو شوية. تعال اهو خلاص ظبطناه ونحط هنا براكت باور 2. شكرا، بس كده اتظبطت اهي. تقدر تحطها على الكالكوليتر وتحسب الكلام ده. روت 1000 باور 2 بلس 1 على 2 باي اللي هي 2 تايمز 7 على، ممكن نخليها 22 على 7. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف كده الكاباستنس 7 على 22، فدي تخليها 22 على ال 7. فهتبقى كده 22 على 7 تايمز 500 تايمز ال 7 على ال 22. هتطلع معاك بكام؟ 1414.2. خش على اللي بعده يلا. In the previous problem the total voltage lags the current by phase angle. بيسأل على الفيز انجل تان سيتا. هتبقى ايكوال ايه؟ تبقى ايكوال اكس سي اوفر الار. وطبعا الاشاره بتاعتها لازم تبقى بالايه؟ لازم تبقى بالنيجاتيف. فانت هتاخد الزيطه والزنبليطه اللي احنا عاملينها دي من غير الباور 2، يعني هتاخد دول كده كلهم تروح جاي حاططهم لي فوق هنا، تاخد الألف دي كده وتروح جاي حاططها لي تحت هنا وتعمل شيفت تان حضرتك. هتطلع معاك الريزلت بكام؟ هيطلع معاك الريزلت بنيجاتيف 45. question 7. في question 7 in the shown electric circuit the phase angle between the total potential difference VT and current intensity I equals. عاوز يحسب ال V total between الكرنت وال V. طيب اللي هي قصده ايه؟ اللي هو قصده عاوز يحسب السيتا اللي هي بتتجاب من قانون التان، صح كده؟ يبقى هو عاوز يحسب الفيز انجل. طب ما انا هجيب له الفيز انجل دي منين؟ لازم يكون عندي الاكسات. يعني عشان احسب تان سيتا نيجاتيف الاكس سي اوفر الار. طيب هل انا عندي اكس سي؟ لا مش عندي اكس سي. عندي الار، موجوده الار. طب ما انا عايز احسب الاكس سي. يلا يبقى انا اول حاجه لازم احسب الاكس سي توتال. طب عشان تحسب الاكس سي توتال الاول السيتين دول متوصلين مع بعض بارل. في البارل بتتعامل معاهم معامله سيريس. ليه؟ لان السيات عكس اللي فات. فاذا كده السي توتال بتاعت الاثنين دول بكام؟ ب 80 مايكرو فراد. جبت السي توتال تقدر تحسب الاكس سي توتال اللي انت هتشتغل بيها وتعوض بيها فوق هنا. فالاكس سي توتال 1 على 2 باي اف سي توتال ايكوال 1 اوفر 2 باي تايمز الاف بكام؟ 200 اوفر باي تايمز سي اللي هي بكام؟ السي توتال اللي هي 80 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. هتطلع لي الاكس سي. شوف يلا هتطلع بكام؟ 1
over 2 باي times 200 times 80 times 10 باور نيجاتيف 6 يبقى 31 بوينت كام 25. يبقى كده طلعت الاكس سي 31.25 اوفر الار بكام؟ اوفر الار ب 40. عاوز تحسب السيتا؟ يلا تعمل شيفت تان لكام على كام؟ شيفت تان 31.25 اوفر ال 40. هتطلع الإجابة 42 ولا 40 معلش. هتطلع الإجابة كام؟ 35 نيجاتيف كام؟ 30 معلش 30 37.9 اللي هي كام؟ 30 نيجاتيف 38. اوكي طيب خش على 8. يلا كويشن 8. في كويشن 8 بيقول لي an electric circuit consists of an AC source والاوميك ريزيستنس وكاباستور وكاباستيف رياكتانس الاكس سي ايكوال 3 ار. طيب علشان تبقى الاكس سي تعالى نكتب اكس سي ايكوال 3 ار. يبقى كده هو عاوز يحسب ايه؟ كونكتد ان سيريز فيز انجل. ده شبه السؤال اللي احنا محلينه مع بعض في الار ال سيركت. عاوز يحسب الفيز انجل تاني السيتا هتبقى ايكوال ايه؟ الاكس سي اوفر الار. طيب اكس سي قلنا ايكوال 3 ار على ار. ار هتروح مع الار فانت كده بتعمل تاني السيتا ايكوال ال 3. يبقى انت عايز تحسب السيتا يبقى تعمل كام؟ هتعمل شيفت تان لل 3 هتطلع كام؟ 71.5 اللي هي الإجابة رقم A. خش على اللي بعده. In the circuit in the opposite figure if the reading of V1 is 60 فولت. عندك ال V1 بكام؟ 60 فولت. عاوز يحسب الريدنج اوف V2. نفس السؤال بالظبط يا جماعه اللي هو الفي سي. يعني عاوز يحسب الفي سي. طب ما احنا قلنا عندنا طريقتين. يا اما تكتب الفي سي ايكوال روت الفي تي باور 2 ماينس معلش انا اسف ماينس الفي ار باور 2. طيب الفي تي باور 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 100 باور 2 ماينس الفي ار باور 2 اللي هي بكام؟ 60 باور 2. كده الريزلت هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب 80 فولت. او تعملها بقى بالطريقه الممله بقى اللي انت تقعد تكتب الفي تي ايكوال روت الفي ار سكوير بلس الفي سي سكوير وتكتب هنا كام؟ هنا ال 100 ايكوال روت الفي ار اللي هي بكام؟ 60 باور 2 بلس الفي سي باور 2 تحطها على الكالكوليتر شيفت كالكو. في كالكوليترز بتهنج وما بتعرفش تجيبها اساسا. طيب خش على تاني يلا. في كويشن 10 بيقول لي ان alternating voltage is connected in series a resistance R to a resistance R and capacitor مش عارف ايه الكاباستنس بتاعته of capacitance ماشي. طيب the potential difference across the resistance is 200 فولت. يبقى انت معاك الفي ار ب 200 فولت and across the capacitor is 150 فولت. The applied voltage is بيسأل على الابلايد فولتج اللي هو مين؟ الفي توتال. سؤال سهل ومباشر. يبقى الفي توتال ايكوال ايه؟ روت 150 باور 2 بلس 20 ولا كام؟ 200 باور 2 ونحطها مع بعض على الكالكوليتر هتبقى روت 150 باور 2 ثانية بلس 200 باور 2 شكرا تطلع كام؟ 250. خش على اللي بعده. طيب in the given circuit the value of the ohmic resistance R. بيسأل على الفاليو بتاعت مين؟ الار. عاوز يعرف قيمة الار. طب هتعرف قيمة الار ازاي؟ انت لازم يكون معاك الفي ار والاي ار عشان تقدر تحدد قيمة الار. معانا الاي ب 2 امبير فانا لازم اطلع قيمة الايه؟ الفي ار. طب هتطلع قيمة الفي ار ازاي؟ سهلة. مش انت معاك الفي تي؟ معاك الفي سي تقدر تحسب الفي ار. يبقى الفي ار ايكوال روت الفي تي بكام؟ 20 باور 2 ماينس 12 باور 2 هتطلع كام؟ 20 باور 2 ماينس 12 باور 2 هتطلع ب 16. يبقى الفي ار تطلع ب 16 فولت.
طيب يبقى الفي ار هتطلع بكام؟ 16 فولت. حلو. طيب 16 فولت وانت معاك الاي بكام؟ ب 2 امبير. انت عايز تحسب الار ايكوال الفي ار على الاي، يعني 16 على ال 2 هتطلع بكام؟ ب 8 اوم. طيب 12 in the opposite circuit if the capacitive reactance XC is 3 times greater than ohmic resistance R. يبقى in the opposite circuit if the capacitive reactance XC is 3 times greater than ohmic resistance R، يعني ال XC equal 3R. تمام. then the impedance of the circuit equal، عاوز يحسب الامبيدنس، يبقى الزد ايكوال روت ار سكوير بلس اكس سي سكوير. انت كل اللي بتعمله انك تاخد الجيفنز وتعوض. هتشيل اكس سي وتحط مكانها كام؟ 3 ار، صح؟ طيب 3 ار باور 2 روت ار باور 2 بلس 9 ار باور 2، يبقى الزد ايكوال روت 10 في ار باور 2. طبعا الار باور 2 عادي تقدر تخرج من تحت الروت، لكن ال 10 مش هتقدر. يبقى الزد ايكوال ايه؟ 10 روت 10 في مين؟ في الار. فين روت 10 في الار؟ اهي الاجابه رقم ايه. خش على اللي بعده. طيب in the circuit shown in figure if the phase angle between the total current and the total voltage is 30. الانجل between يعني معاك الثيتا بكام؟ 30. ماشي. So how should the capacitance of the variable capacitor should be changed؟ بيسأل على مين؟ التشينج بتاعها. if the phase angle become equal كام؟ 60. اوكي. طيب الفيز انجل ب 30 يعني ايه؟ يعني اقول لك تان ال 30 ايكوال الاكس سي اوفر الار. مش مهم بقى قصه النيجاتيف، احنا شغالين على الماجنتيودز بس دلوقتي. تمام. طيب يبقى التان ال 30 ايكوال ايه؟ اكس على الار. تعالوا نحسب كده تان ال 30. تان 30 هتطلع كام؟ 1 على روت 3. يبقى الكلام ده ايكوال 1 على روت 3. is the phase angle مش عارف ايه is 30. So how should the capacitance of the variable capacitor should be changed؟ طب ما تيجوا نشوف برضو دي كده الاكس سي 1 changed. تمام كده if the phase angle become equal كذا. طب تعالوا نشوف كده tan 60 بكام؟ باكس سي 2 على الار equal 1. ثانية نعملها كده. tan 60 هتطلع بكام؟ هتطلع بروت 3. طيب انت عايز تعرف الاكس سي اتغيرت قد ايه، يعني هتتغير قد ايه. طب ما تيجي نعمل ريشيو يلا وهم تحت بعض كده. يبقى اكس سي 1 اوفر الار اوفر اكس سي 2 اوفر الار. اولا دي هتروح مع دي. ثانيا تحت اللي فوق هينزل فين؟ هينزل تحت. يبقى كده الريزلت بتاعي اكس سي 1 على اكس سي 2 هتبقى ايكوال 1 على 3. طيب فانت عاوز تعرف الاكس سي هتتغير ازاي؟ لا مش عاوز تعرف الاكس سي، انت عايز تعرف الكاباسيتنس اوف ذا كاباستور. حلو ماشي. طب خلينا نشوف الاول. يبقى كده الاكس سي 2 ايكوال 3 اكس سي 1. طيب لو هتفك انت عايز توصل للكاباستنس، خلي بالك، فهتبقى 1 على 2 باي اف سي 2 ايكوال 3 على 2 باي اف سي 1. 2 باي اف مع 2 باي اف هتعمل كروس من تاني، هتطلع معاك السي 2 ايكوال 1 على 3 السي 1. او انت المفروض تبقى عارف ان الريليشن ما بين السيهات والاكسات بتكون انفرس. يعني انت طلعت الاكس سي 2 ايكوال 3 اكس سي 1، يبقى السي 2 هتطلع كام؟ 1 على 3 مين؟ السي 1. تمام. يبقى كده السي 2 المفروض هتبقى ازاي؟ هتبقى ايكوال 1 على 3 السي 1 decrease to 1 third. يبقى السي كده قلت قد ايه؟ 1 third. طيب خش على اللي بعده. question 14 بيقول لي in an opposite circuit، في السيركت اللي قدام contains an ohmic resistance or and a capacitor its capacitive
reactance is XC connected in series if the relation between the voltage vectors is shown in figure. في الفولتج فيكتور اللي قدامي دي جايب مين مع مين؟ جايب الفي ار مع الفي في بس، يعني هو قصده الفي تي. طيب فالفيز انجل ما بينهم بكام؟ ب 30. حلو. طيب هو انا ينفع اقول هنا تان ال 30 ايكوال؟ لا، تبقى حمار، تبقى ما خدتش ماس طول حياتك. السيتا هنا ما بين مين ومين؟ ما بين الفي وما بين الفي ار وما بين مين؟ الفي تي. طب بص كده، لو قفلت ده كده رايت انجل تراينجل، ما هو ده الفي سي. ماشي. انت عاوز ايه؟ انت عاوز تشوف الفي تساوي كام في سي. بص كده، الفي تساوي كام في سي. طيب عشان تجيبها هتعمل الاتي. اولا تان معلش انا اسف، مش تان، ما ينفعش نقول تان. السيرت دي الادجيسنت بتاعها مين؟ الادجيسنت بتاعها هو الفي ار. طيب والهايبوتنس بتاع التريانجل ده مين؟ هو الفي تي. فانا هقول له كوزاين السيرت ايكوال كام؟ كوزاين السيرت ايكوال الادجيسنت اللي هو الفي ار على الفي تي اللي هو مسميها في. اوكي، يبقى الفي بس تساوي ايه؟ تساوي الفي ار اوفر كوزاين 30. تبقى الفي بس تساوي ايه؟ ايكوال الفي ار اوفر كوزاين ال 30. طيب انا مش عاوز الريليشن ما بين الفي والفي ار، فانا لازم اجيب الفي سي. يعني انا عايز اخلص من الفي ار دي واجيب بدلها مين؟ الفي سي. طيب هتخلص منها ازاي؟ ارجع لقانونك بقى. ما الاوبوزيت بتاع السيرت دي هو مين؟ هو الفي سي. يبقى تان السيرت ايكوال الاوبوزيت اللي هو الفي سي على الادجيسنت اللي هو مين؟ الفي ار. طيب انت عاوز تخلص من مين؟ عاوز تخلص من الفي ار، تحط مكانها ايه؟ في سي، لان الاجابات كلها ان ترمز اوف في سي. عاوز اخلص من الفي ار، فتعمل كروس، تبقى الفي ار ايكوال الفي سي اوفر تان 30. يبقى انا ممكن اشيلها بقى. تعالوا بينا، يلا بينا. تبقى كده الفي ايكوال ايه؟ هتشيل الفي ار وتكتب مكانها في سي على تحت اللي فوق ينزل تحت تان 30 تايمز كوزاين 30. طيب انا هعوض عن الفي سي بكام؟ لا ما تعوضش، سيبها زي ما هي. انت بس كل اللي هتعمله على الكالكوليتر 1 على تان ال 30 تايمز ايه ده؟ الكالكوليتر خرف ولا ايه؟ هتعمل كده 1 على تان ال 30 تايمز 1 تايمز كوزاين ال 30. تان ال 30 تايمز كوزاين ال 30 برضه هتطلع معاك بكام؟ ب 2. يبقى كده ال V equal to VC. وبكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض ركاب سريعة جدا على ال RL وال RC سيركت، وقعدنا نحل مع بعض شوية أفكار مهمة. خلي بالك ممكن تكون مستسهل الأفكار دي، ممكن تكون مستصعبها على حسب درجة فهمك وهضمك للدرسين دول. تمام، لكن الأسئلة دي بأمانة الله كده، الأسئلة دي كلها من أسئلة السنين اللي فاتت. اللي عاوز يعلى في الليفل، الكويزات بتاعت شابتر 4 عندي مش موجودة في حتة. الأسئلة بتاعتها اكسكلوسيف بمعنى الكلمة حرفيا، وكلها في المنهج وكلها بما يرضي الله. انا مش بجيب حاجة من بره المنهج لا سمح الله. تمام. طيب اي حد يحتاج اي مساعدة يتواصل معنا على طول ان شاء الله، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.